الباب يا شيخ. سكر الباب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيفك طه؟ هلا حياك الله. هلا تمام الحمد لله. شو الأمور؟ والله بخير الله يسلمك. شو مسوين؟ والله جاهزين، الضيف موجود وسعد موجود يسوي معه اللقاء. وكل شيء مرتبينه. من ضيفنا اليوم؟ حبيب عبد الله. الله يبجيك طول عمرك. والله بخير ابشر. كيف الحال؟ الله يحييك. وشلونك؟ شلون الربع طيبين؟ منو؟ علي بن عبد الله المهداني. منو عبد الله بن علي المهداني؟ شاعر عنده امسيات وعنده بس الرجال رافض حقيقه والله ما جلى علشان الاعلام ما يطلع الرجال. ادري يا ابو سيف ما يطلع بس انا ما اعرفه هذا. شلون ما تعرفه؟ والله ما اعرفه. رجال له امسيات وله شغل وله شو اسمه ذا مجموعه كبيره من القصائد. هو ذا له مجموعه قصيده من طيب يعني هو يعتبر اضافه للقناه لما او اضافه للبرنامج لما نستضيف شاعر زي هذا. لا يا اخي انا ما استضيف حي الله شاعر، انا شاعر مو معروف اجيبه انا احطه عندي في القناه. من قال لك انه شاعر حي الله؟ ماني عارفه. خل شلون ما يعرفه؟ خل ماني عارفه يا شيخ. خل وش ذا؟ لا يمشي خل بدي انا. ايش صوت بلا صوت بلا طلع برا يلا سكر الباب. ما بقيت علينا غير مصورين يعلمونا الصوت. المهم خلاص خلي سعد يسوي اللقاء. لا سعد يسوي اللقاء ولا ابغى اللقاء ولا 10 دقائق. ابو سيف انت تورطنا تجيب لنا مدري منين وتعال هذا شاعر وهذا فلان. يا اخي لو ما يقدر ما جاء الرجال، لو ما يقدر ابو سيف ما جاء يعمل اللقاء. انا ماني هاين ضيفك يا شيخ، انا ماني هاين ضيفك بس لو سمحت تدخل على ضيفك وتقول له توكل على الله. قل له توكل على الله. بروح له بروح له. لا بروح له. ما ادري باخذ اللقب. ابغيه انا ابغيه. يا مبارك سيف. مبارك. مبارك. احس صوتكم طاير كلهم. لا بس نبغى المخرج شويه يبحث لنا حاجات وتمشي الامور. طرف الصوت هذا ترى الصوت طالع. لا تطفون شيء لا تطفون شيء مبارك ما نمشي لقى. ها؟ لا تطفون شيء ما نمشي لقى. لا بنبدا الحين سعد. يلا خلصونا بس وقت ضيق. يا مشعل الرجال طعمك شاعر على الساحه معروف وله جمهور كبير وله مشاهدين. لو انه ماسك شاعر مليون انا ما ابغى اسوي معه لقاء. خلاص لا خسر كذا. الرجال جاء الاستوديو شلون تسوي مع لقاء؟ ما اسوي انا بكيفي، انا مخرج العمل وانا المسؤول عن العمل، هذا الانسان ما ابغاه، انا ابغى ناس. انت ما تبغاه شخصيا ولا ما تبغاه ما انا ابغى شخصيات بحيث انه يكون شاعر معروف عند الجمهور، ناس تعرفه، مش شاعر جايبين لنا مدري منين وتعال سوى شاعر. وش؟ ماني عارفه يا اخي. وين عارف الجمهور؟ اذا انت تعرف ترى انا ما حد يعرفه. هذه مشكلتك اذا ما تعرفه انت. لا مو مشكلة، أنا عارف العمل وعارف التقدير وعارف الشغل. بس مشكلتك إنك ما تعرف الشاعر بعد، هذه مصيبة. أنا ما أبغاه. قل ما أبغاه إيه لكن خلي بالك. لا هو لا خلي طيب كله العمل يصير فيه دوشه. خليني اشوف هالانسان هذا انا ماني جاي في بيت انا ما جاي في بيت. لا تردني والله العظيم والله لا واجه والله لا واجه والله العظيم لا واجه والله العظيم لا واجه. ابو عبد الله تفضل. من هو؟ من بيجيك والله جاينا والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم لا ادبه والله بيجيك امسم لك بيات الله لا ادبه والله العظيم. لا مو فك كاميرا خفيه نمزح ما شفت يا شباب. نمزح معه مقروع يا ابن عمي مقروع خلاص يا مقروع نزحك مقروع يا ابن عمي ماسك مقروع عبد الله عبد الله ماسك فيك يا عبد الله مقروع. يا العيشه مشعل يا مشعل تعال شجاع تعال يا لا حول تعال يا شو عقاري؟ مو بعقاري ذا مو بعقاري. اعطني عقالي لا 11. لا انت والله هيك بعد. ها؟ شجاع يا أخي. يا اخي انت اللي تتكلم انت. اسمع يا شيخ احنا قاعدين نمازح. اقول اترك المازح.
انا من جلست انا داري ما جلست انا دخلت انا مع اللحان ولا داري ان هذه الطبخه مشوه ما فيها كلام ايش اللي عندك؟ اذا هكذا يا مشاهدينا الاعزاء. مشعل وسعد وطاهر يسوون مقالب في الناس، واحنا سوينا مقلب فيه. حسبي الله عليك والله على الحرام من اليوم. حسبي الله عليك. شفتوا كيف بين الحسد والصحيح؟ ما تسدس لو ضرب ثاني. سعد قام شوف قبيل يقول مقروع يا ابن عمي. انا قلت اخواننا المصريين العمر مش بعزاء. لحظة أبو سيف والله العظيم أقسم بالله مشاهدينا الكرام الرجل هذا سوى فينا منكح مع عمرو الصار. احنا من زمان شغالين لحظة ننكح الناس، لكن أقسم بالله يا أبو خالد في حياتي ما صار لي مثل الموقف هذا. يا أخي الرجال باخذ مسدس طلع مسدس من ذابت خلاص. رجل تنتح هذا الامتحان سووا تشاهد ساعة شاهد مشعل خير انا بتشاهد لا ده يقول عند طلق موبايل. حسبي الله على لا ساعد والله ما زاد خلاني ارقي. لا قرأت انا ساعد عدم بعد يقول مقروع يا ابن عمي مقروع ابن عمي عليك وقفت والله. يا اخوي بالله قبل الكاميرا عطنا مشاعرك صحيح يعني صراحة هذا والله العظيم اني انا خفت خوف والله ما بعد خوف. خلاص انا قاعد ادق واحد قدامي خلى يقولون جبان ولا يقولون الله يرحمه. يا سلام عليكم ورحمه الله. خلنا ختام اول ما خلف ومع السلامه.